لا هي ما وجهة نظر، هي اسمها قلة أدب. أنا آسفة كثير. صفاء سلطان قالت عنك قليل أدب. طارق عند التصريح تبعي، طارق عندها كثير. عرفت كيف؟ المطرح مطارح يعني بقرا. وليك لك شغله، هو ده اكيد لانه انت عممته، هي اعتبرت انه فنانه من الفنانات. تصريح اللي انا قلته ليك مين زعج اكثر شيء؟ زعج اللي قدم كثير تنازلات وما قدر يعمل شيء. يعني مثلا هون الاخت الفاضله لا عارفينها ممثله، لا عارفينها مذيعه، لا عارفينها فنانه، لا عارفينها كاريكا، هذا كوميديان، مش ناجحه بولا شيء، مش مفهوم شو بدها تعمل وما توفقت بولا شيء. طب طبيعي اذا هي قدمت تنازلات وما وصلت لنتيجه انه تحكي هيك. بعدين اذا هي بدها تحكي بالعروضات ما تشلحي بنتك الحجاب عن شعرها عن راسها غصبا عنها. ليش عم تشلحي بنتك الحجاب؟ هي حريه شخصيه. لا مش حريه شخصيه، هيدي حريه بنتها مش حريتها هي. حريه شخصيه تصطفي هي منها لبنتها انه بس بدك تحكي بالعروضات بالشرف وبالكرامه. اوكي، وهذا ناس بيحكموا فيه، يعني حارتنا ضيقه بنعرف بعض. اول شيء ما تشلحي بنتك على راسها. اوكي، لانه بنت قررت تتحجب، جيت شلحتيها على راسها وجيت تعملي لي هلا فيها شريفه مكه قدامي. اوكي، انت فشلتي بكل اللي قدمتيه، ولو ما انت مصاحبه فنان معروف وله اسمه بالوسط الفني ما كان حدا بيجيبك على عمل للاخر، وانتهى. ما نلف وندور كثير. بالنسبه لموضوع الاحترام بدك 6000 سنه ضوئيه لتوصلي لاحترام كعب صباطي. بس هي عم تدافع عن، هي ما تدافع، هي خليها باللي مصاحبته. هي خليها باللي مصاحبته، هي عم تدافع عن الفنان. خليها باللي مصاحبته، ماشي معه تمام وريحتهم طالعه. لما مثل ما انت باول حلقه قلت لي انا ما بريد حدا يلحقني ويعرف انا شو حبيبي كان افضل لها اساسا هي انها تسكت عن تصريحي، لانه غير ردها بحلقتك هي حكت قبل وانا ما حبيت احكي. كذا بتويت ما حبيت احكي، ماشي الحال. قلت انا غض النظر خلص معتره صفاء حرام اتركها. هلا بدها تركب الترند تبعي وتعمل لي فيها حالة انه هي قصه كبيره. بس هلا بما انه الحديث على الاحترام وهالقد معلي السقف، لا خليني اقول لك اياه من الاخر حبيبه قلبي. انت او اخر وحده بحق لك تحكي عن هذا الموضوع، وانت لو ما دقرك تصريحي بمطرح من المطارح ما كنتي رديت عليه، كان افضل لك انك ما تردي لانك ثبتتي التهمه على حالك. خلص الموضوع. طبعا نحتفظ بحق الرد لصفاء وكل الاحترام لشخصها ولحياتها الشخصيه، مع عدم الاحترام يعني. لا شخصها ولا رايها ولا وجودها، مع عدم الاحترام. نيحك اتكل على الله، بديش احترم حدا، ما بيحترمني ما بيحترمه.